السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، أهلا وسهلا بكم. والنهاردة هنحل مع بعض امتحان محافظة الإسماعيلية مديرية التربية والتعليم في كتاب الأضواء صفحة 57 كتاب المراجعة. أولا لو أنت لسه جديد معانا وأول مرة تشوفنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل ليصلك كل جديد. كمان ما تنساش تدعمنا باللايك وتشارك الفيديو مع أصحابك لكي نستمر. هتلاقي عندك في أسفل الفيديو قائمة تشغيل بحل جميع المحافظات. أولا الجغرافيا. السؤال الأول: ألف، أمامك خريطة للوطن العربي، اكتب مدلول الأرقام. 1 البحر، رقم 1 اللي في شمال الوطن العربي ده البحر المتوسط، يبقى البحر المتوسط. أما اللي هنا ده البحر الأحمر. 2 مضيق، رقم 2 ده مضيق جبل طارق، مضيق جبل طارق. ومضيق جبل طارق بيصل البحر المتوسط بالمحيط الأطلنطي وبتشرف عليه أسبانيا والمغرب. أما هنا كده مضيق باب المندب يصل البحر الأحمر بخليج عدن، تشرف عليه جيبوتي واليمن. هنا مضيق هرمز بيصل الخليج العربي بخليج عمان وبتشرف عليه إيران وعمان. الممر الرابع هو قناة السويس وبتشرف عليها مصر وبتصل البحر المتوسط بالبحر الأحمر. 3 جبال، رقم 3 ديت جبال الحجاز، جبال الحجاز. يبقى 3 جبال الحجاز، وجبال الحجاز دي جبال انكسارية. 4 إقليم مناخي، رقم 4 في جنوب غرب شبه الجزيرة العربية، دي إقليم مناخي المداري، يبقى إقليم مناخي الإقليم المداري. 5 دولة، رقم 5 اللي جنب مصر دي مصر، اللي جنبها ديت ليبيا، يبقى 5 دولة ليبيا. بما تفسر: 1 وجود بعض المشكلات السياسية على أرض الوطن العربي بسبب تعرضه للاستعمار الأوروبي الذي قام بتقسيم دول الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة وظهور بعض المشكلات السياسية. يبقى بسبب الاستعمار الأوروبي، يبقى بسبب الاستعمار الأوروبي الذي قام بتقسيم دول الوطن العربي إلى دول مختلفة المساحة وظهور بعض المشكلات السياسية. 2 تتكون الثلوج فوق قمم جبال لبنان شتاء. هقول له بسبب شدة ارتفاعها، لأن كلما ارتفعنا 150 متر فوق مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. يبقى بسبب شدة الارتفاع، حيث كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. يبقى بسبب شدة الارتفاع حيث كلما ارتفعنا 150 متر عن مستوى سطح البحر تنخفض درجة الحرارة درجة واحدة مئوية. ج. ما مقترحاتك لخفض نسبة الإعالة في الوطن العربي؟ هقول له لخفض نسبة الإعالة: تحسين خدمات رعاية كبار السن وتنظيم الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية. تحسين خدمات رعاية كبار السن وتنظيم الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية. يبقى تحسين خدمات رعاية كبار السن وتنظيم الاستثمار في كافة الأنشطة الاقتصادية. السؤال الثاني: ألف، اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة الخطأ. 1 يحد الوطن العربي الآسيوي من الشمال جبال طروس، ديت صواب. 2 تكونت هضبة اليمن نتيجة الحركات الانكسارية، خطأ، نتيجة الثورانات البركانية. 3 تتميز السهول الساحلية للخليج العربي بخصوبة تربتها، خطأ، تتميز السهول الساحلية للخليج العربي بوفرة الثروات المعدنية ومصادر الطاقة. 4 تستخدم حشائش الاستبس في تربية الأغنام والماعز، ديت صواب. حشائش الاستبس حشائش قصيرة لينة تصلح كمراعي طبيعية يربى عليها الأغنام والماعز. 5 تعاني دول الخليج العربي من الزيادة الطبيعية للسكان، خطأ، تعاني دول الخليج العربي من قلة عدد السكان. ب ما المقصود بالمفاهيم الآتية؟ 1 النمو الطبيعي للسكان هو الزيادة السكانية الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات. الزيادة السكانية الناتجة عن الفرق بين عدد المواليد والوفيات. يبقى الفرق بين عدد المواليد وعدد الوفيات بسميه نمو طبيعي. 2 الهجرة. الهجرة هي انتقال أفراد من منطقة لأخرى بغرض الإقامة أو العمل، انتقال
الأفراد من منطقة إلى أخرى بغرض الإقامة أو العمل. يبقى الهجرة انتقال الأفراد من منطقة إلى أخرى بغرض الإقامة أو العمل. 3. قوة العمل، عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه سواء كانوا يعملون أو يبحثون عن عمل. يبقى عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه سواء كانوا يعملون أو يبحثون عن عمل. يبقى عدد الأفراد في سن العمل والقادرين عليه سواء كانوا يعملون أو يبحثون عن عمل. ثانيا التاريخ. السؤال الثالث: ألف اختر الإجابة الصح مما بين القوسين. 1. خرجت من مكة في أشهر الصيف في رحلة تجارية متجهة نحو. رحلة الصيف كانت تتجه إلى بلاد الشام، وبلاد الشام في الشمال. 2. أكثر العرب فصاحة في اللغة العربية أهل البادية. 3. أسلم زيد بن حارثة في مرحلة الدعوة، أول من أسلم من الموالي في مرحلة الدعوة السرية. 4. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل التي تأتي للحج بعد رفض دعوته من قريش وسقيف بالطائف. 5. أثر الفكر الإداري الفارسي في التطور الإداري للمسلمين في الفكر الإداري الفارسي إنشاء الدواوين، لأن الدواوين دي عبارة عن كلمة فارسية معناها السجل أو الدفتر. ب. ما الأثر الناتج عن 1. علم النبي صلى الله عليه وسلم بعدل النجاشي ملك الحبشة بعد اشتداد إيذاء قريش للمسلمين. هقول له أمر الرسول المسلمين بالهجرة إلى الحبشة، يبقى أدى إلى أمر الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمين بالهجرة إلى الحبشة لأن بها ملك عادل لا يظلم عنده أحد. 2. التحرك الذي أحدثه عبد الله بن سبأ في أواخر عهد الخليفة عثمان بن عفان أدى إلى إشعال الفتنة بين المسلمين مما أدى إلى قتل عثمان بن عفان. يبقى أدى إلى إشعال الفتنة بين المسلمين ومقتل عثمان بن عفان. يبقى أدى إلى إشعال الفتنة بين المسلمين ومقتل عثمان بن عفان. ج. برهن على صحة العبارة الآتية: حرص رابع الخلفاء الراشدين على سهولة انتقاله ومتابعته للبلدان الإسلامية المفتوحة في الشام والعراق. رابع الخلفاء اللي هو علي بن أبي طالب. هقول له العبارة صحيحة حيث قام علي بن أبي طالب بنقل عاصمة الخلافة من المدينة إلى الكوفة. يبقى حيث قام علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين بنقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة بالعراق. يبقى حيث قام علي بن أبي طالب بنقل مقر الخلافة من المدينة إلى الكوفة بالعراق لسهولة الانتقال بين المدن الإسلامية الجديدة خاصة بعد اتساع الدولة الإسلامية. السؤال الرابع: ألف إلى من تنسب الأعمال الآتية. 1. كلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتتبع أخبار المشركين أثناء الهجرة. عبد الله ابن أبي بكر. عبد الله ابن أبي بكر. 2. أشار الرسول صلى الله عليه وسلم بحفر الخندق حول المدينة. سلمان الفارسي. يبقى سلمان الفارسي. 3. أرسل الخليفة أبو بكر الصديق رضي الله عنه لفتح القدس عمرو بن العاص. عمرو ابن العاص. 4. انتصر على الفرس في القادسية اللي فيها سين سعد ابن أبي وقاص. يبقى سعد ابن أبي وقاص اللي فيها حرف السين. 5. قتل الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الرحمن ابن ملجم. عبد الرحمن ابن ملجم. يبقى عبد الرحمن ابن ملجم قتل الخليفة علي بن أبي طالب. بما العلاقة بين 1. أسواق العرب قبل الإسلام والحياة الثقافية. أسواق العرب كانت ميدانا للتنافس بين الشعراء والخطباء مما أدى إلى إثراء الحياة الثقافية. يبقى أسواق العرب كانت ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء. يبقى أسواق العرب قبل الإسلام كانت ميدانا لتنافس الشعراء والخطباء مما أدى إلى إثراء الحياة الثقافية. 2. حرب المرتدين وجمع القرآن الكريم. هقول له نتيجة حروب المرتدين
استشهد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم، فأشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم. يبقى نتيجة استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين، أشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم. يبقى نتيجة استشهاد عدد كبير من حفظة القرآن الكريم في حرب المرتدين، أشار عمر بن الخطاب على أبو بكر الصديق بجمع القرآن الكريم. 3. أهمية موقع مصر وفتحها وفتوحات المسلمين في الشام. تأمينا لفتوحات بلاد الشام، عرض عمرو بن العاص على عمر بن الخطاب فتح مصر. يبقى عرض عمرو بن العاص على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصر تأمينا لفتوحات بلاد الشام. يبقى عرض عمرو بن العاص على الخليفة عمر بن الخطاب بفتح مصر تأمينا لفتوحات بلاد الشام. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حل امتحان محافظة الإسماعيلية. ومتنساش تتابع معانا باقي حل المحافظات، هتلاقي عندك في الوصف تحت أسفل الفيديو. وأشوفكم في فيديو جديد. كان معكم معلم خبير في مادة الدراسات الاجتماعية مستر أحمد زغلول، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.